السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف رجب، ودي أول محاضرة هتاخدوها في الكلية عموما. المحاضرة ديت مش لأقسام معينة، هي لكل الكلية عموما، سواء أنت كنت أقسام مميزة، قسم عام، قسم أساسي، أي حاجة المادة دي هتاخدها. والمادة ديت من أكتر المواد اللي فيها كلام كتير. ولما الجروب عندنا نزل استفتاء ايه السنه لفرقه اولى ايه اصعب المواد، كانت الجوده من اصعب المواد اللي هم قالوا عليها. تاني يا زكي، عشان في ناس كتيره شالتها. يا عم جو، هي الكليه بتشيل للاسف. الكليه عندنا بتشيل، ممكن تشيل مواد عادي. حياة النبي محمد دي اللي هتجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. لو انت فهمت الماده ديت هتكون ماده سهله بالنسبه لك، والله يا ابني هتكون سهله خالص، بس انت تفهمها. انا كنت مقفل الماده، يعني كنت جايب فيها 100%، مش عشان انا جامد ولا عشان كده، ده فضل من ربنا، بس عشان كنت فاهم الماده صح وفاهمها بتمشي ازاي. ركز معايا وان شاء الله هتجيب درجه حلوه في الماده دي. ودي اول محاضره. الماده من اسمها اصلا باين عليها كلامها، اسمها اتجاهات حديثه لضمان جوده التعليم في مصر. انت شايف الاسم قد ايه؟ فالماده اكيد هيكون فيها كلام كتير ولكاكه. يعني هو هيتكلم هنا في الماده ديت عن جوده التعليم عامه، وازاي نخلي التعليم جودته حلوه في مصر، وهيجيب لك نماذج من بره ويقول لك عملنا ايه في السعوديه وعملنا ايه في بريطانيا، وهيتكلم على كذا مكان في العالم والاعتماد فيها عامل ازاي وجوده التعليم بيأثر ازاي وكل هذا. يعني معلومات شامله عن الماده. قال لك في الالفيه الثالثه اللي هي من بدايه 2000 في ثوره هائله في معظم المجالات بسبب التقدم العلمي الهائل والتطور التكنولوجي المستمر، ولما كانت مؤسسه التعليم لا تعيش بمعزل. ده انه ايه، يتكلم لك كتير ويقول لك والله ان في الالفيه الثالثه دي بدا التطور بقى وبدات الدنيا، فبدانا ايه نتطور معاها. قال لك مفهوم ضمان الجوده. انت قول لي كده، يعني ايه اصلا ضمان جوده؟ يعني ايه انت هتضمن جوده حاجه؟ يا عم جو، انا هشوف حاجه زي ما انت بتيجي تسالني اقول لك انا اضمن لك ده بالظبط كده. انت لو فاهم كده المنهج والله يا ابني هتجيب درجه حلوه. يعني بص، بديهيات حماده هلال جدا. قال لك تعال نشوف اصلا يعني ايه جوده. قال لك الجوده في اللغه هي نقيض الرديء، وجاد الشيء ايسر جيدا، يعني خلى حاجه حلوه. قال لك طب يعني ايه ضمان الجوده؟ بص بقى هقول لك تريكايه. عارف مجموعه الاجراءات المخططه والمنهجيه دي؟ لو جالك تعريف ضمان الجوده وانت كتبت الحته دي في الاول، انت خدت الدرجه كامله. شوف انا جايلك من هناك اهو، بقول لك ده اللي بيحصل، هتاخد الدرجه كامله. ليه؟ عشان الدكاتره عامه بتبص على الحته دي عشان دي متكرره وشكلها حلو. ضمان الجوده قال لك مجموعه الاجراءات المخططه والمنهجيه اللازمه لاعطاء ثقه كافيه بان المنتج التعليمي او العمليه التعليميه المؤداه تستوفي متطلبات الجوده المعطاه. والله احنا لما بنعمل ضمان جوده بيقول لك في مجموعه اجراءات احنا مخططين ليها وماشيينها بطريقه معينه، مش حاجه عبث، لا ده في تخطيط ليها ومنهجيه. والله انت لما تيجي تشوف جوده التعليم بتاعتنا ديت نديك الثقه، انت تكون واثق فينا، تستوفي متطلبات الجوده المعطاه. يعني ايه؟ هتعرف قدام في الاعتماد، هنيجي دلوقتي نشرحه، ان بيبقى اصلا عباره عن مراحل. واللي انت والله انا هاجي اعتمدك اقول اللي انت عندك جوده محترمه، فانت هتخلي الراجل اللي جاي يشتري منك عنده ثقه كافيه. انا عندي ثقه في المنتج ده او الحاجه اللي انت بتقدموه. ودي سؤال بيجي في الامتحان، يجي يقول لك مجموعه الاجراءات المخططه و لحديت هنا كده دي ايه؟ انت هتقول له ضمان الجوده. ده هتبقى اختياري، يقول لك ضمان الجوده ولا اعتماد الاكاديمي ولا فانت تروح ايه ضمان الجوده، وانت تكون فاهم الحاجات دي. كونك هتفهم في الاول هتستريح قدام، وفي حاجات مش هنتكلم فيها عشان انت فاهمها. بعد كده قال لك وتعني تصميم او تنفيذ نظام يتضمن سياسات واجراءات للتاكيد من الوفاء بمتطلبات الجوده. عشان اصلا انت تاخد الجوده في متطلبات لازم تحققها. والله انت لو عايز تاخد الاعتماد مننا او نقول لك ان انت عندك جوده، لازم مثلا يكون المنتج بتاعك يستوفي كذا، زي مثلا الشيبسي عشان تاخد الجوده مثلا يكون فيه كميه بروتين كذا، كميه ملح كذا، كميه كذا كذا، عشان نقول لك ان المنتج بتاعك عنده جوده. وهكذا في عمليه التعليم او ضمان الجوده عامه. قال لك يتضمن سلسله اجراءات للتاكيد من الوفاء بمتطلبات الجوده، وليس فقط على نطاق مراحل التعليم. والله احنا مش عايزين على مراحل التعليم بس، لا، على نطاق اشمل، وهي يضم ضبط الجوده على مستوى وظائف المؤسسه ككل. اي حد في المؤسسه عامه ككل، كمدرسه، كموظفين، كعاملين، كالفصول نفسها، كل المؤسسه التعليميه ككل. احنا مش عايزين بس عمليه التعليم بس او ان الشخص يتعلم، لا، ده كل المرحله التعليميه او المؤسسه كامله عندها الجوده دي. بعد ما بتخلص ضمان الجوده او مفهوم ضمان الجوده، بيخش لك مفهوم الاعتماد الاكاديمي. يعني ايه اعتماد اكاديمي؟ انا بعتمد الشيء ده، بقول لك والله الشيء ده حلو. بدا هنا هيقول لك اهو الاعتماد لغه يعني الثقه، واعتمد الشيء وافق عليه وده انه يهري لك انا كلام
ايه ما بيشتريش ولا بيبيع. تعال نتكلم في اللي بيشتري وبيبيع اللي هيخليك تجيب ايه ال 100% ان شاء الله لو ذكرت. الاعتماد كمفهوم يعني المكانه او الصفه العلميه التي تحصل عليها المؤسسه التعليميه او البرنامج الاكاديمي مقابل استيفاء معايير الجوده المعتمده لدى مؤسسات التقويم التربويه. يعني ايه؟ شفت يا عم الحاج، انت لما بتروح تعمل ان شاء الله لما تحضر ماجستير او دكتوراه او اي حاجه، او لو انت ولد فراح تقدم في الشرطه او تقدم في كده، لازما تحقق شويه حاجات كده، ودي مكانه انت بتوصل لها. تمام، انت عديت بالمراحل دي كلها، كليه شرطه، دخلت طب وهيئه وي 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 وي، بعدين بقيت في الكليه، فانت ايه وصلت للمكانه او الصفه التي تحصل عليها. انت كده خلاص وصلت للمكانه. يبقى الاعتماد كمفهوم المكانه او الصفه اللي تحصل على المؤسسه التعليميه. المؤسسه التعليميه حصلت على الاعتماد، حتى يقول لك في البرامج عندنا البرنامج ده معتمد ومش معتمد على حسب والله انت ماشي على خطه منهجيه وبننزلك نعمل لك الاعتماد ونراجع الحاجات دي ولا لا. ويقول لك البرنامج الاكاديمي مقابل استيفاء معايير، احنا حاطين معايير لازم تحققها لدى مؤسسه التقويم التربوي، ودي بالسؤال بيجي في الامتحان. وخلي بالك طول ما انا ماشي في الشرح اقول لك الحاجات اللي بتيجي في الامتحان تركز عليها عشان تبقى 100 100. هاجي يقول لك المكانه التي والصفه العلميه التي تحصل عليها دي ايه؟ هقول له الاعتماد الاكاديمي. دي سؤال بيجي في الامتحان، ودي من الحاجات التريكات اللي انت تخلي بالك منها. تشوف الامتحانات بتاع السنين السابقه او الاسئله اللي انا هنزلها لك او كده وتلينك، والله الحاجات دي بيسال فيها كتير في الامتحانات، هركز عليها. الحاجات دي ما بيجيش سيرتها، هذاكرها بس مش قوي يعني. دي اللي انا كنت بعملها. بعدين كده بيقول لك اقصد بالاعتراف بالمؤسسه من قبل الروابط او التنظيمات المهنيه فدول تحت متطلبات ذلك الاعتراف، وده اللي قلنا فوق. في حين يعرف الاعتماد الاكاديمي، يجي يسالك هنا عرف الاعتماد الاكاديمي، يجيب لك الجمله دي كده يقصد بها الاعتراف بالمؤسسه من قبل الروابط لحدت هنا دي ايه؟ نقول له الاعتماد الاكاديمي. هو يقول لك يعرف كذا نقط بدي ويروح جايب لك دي، تقول له الاعتماد الاكاديمي. فاهم؟ دي سؤال بيجي في الامتحان. قال لك بقى الاعتماد الاكاديمي يعرف بانه عباره عن عمليه تقييم تخضع لها المؤسسه التعليميه او احد برامجها. يعني مش لازم ان المؤسسه ككل، ممكن يقول لك مثلا زي ما احنا عندنا كده البرامج المميزه عايزين نعتمدها، فاهم؟ زي ما هي لسه غالبا اعتمدت عندنا في الكليه، فيقول لك عايز اعتمدها. يبقى هي دي الفكره اللي هي تعتمد لجزء معين، مش لازم المؤسسه كلها او احد برامجها. تكون بقى احدى هيئات الاعتماد استنادا لمعايير محدده تم اقرار بنتيجتها ان ذلك البرنامج قد استوفى الحد الادنى من المعايير فيصبح بالتالي معتمدا لفتره معينه. الاعتماد مش مدى الحياه، الاعتماد لفتره معينه. يجي يسالك هنا يقول لك هل الاعتماد لفتره، هل الاعتماد مدى الحياه؟ تقول له لا، فتره معينه. ودي الكلام اللي احنا قلناه فوق ان في حاجات معايير لازم تحققها عشان تاخد الاعتماد، ولازم تكون جايب الحد الادنى. شفت زي ما انت دخلت الكليه كده يقول لك الحد الادنى بتاع الكليه ديت مثلا كذا، فانت لازم تكون جايب الحد الادنى عشان تخش الكليه. هي كذلك الاعتماد. وقد اختلفت الدول في استخدام اليات ووسائل ضمان الجوده والاعتماد، وده انه يهري لك هنا والبعض الاخر يقوم بتقويم، وحتى الهيئات حكومي والبعض الاخر غير حكومي. يجي يقول لك هي الهيئات الاعتماد كلها حكوميه، قول له لا غلط. طب يجي يقول لك هيئات الاعتماد حكومي والبعض الاخر غير حكومي، قول له صح. دي بتيجي صح وغلط عادي. وقال لك بقى يتم من خلال تشكيل لجان للوقوف على نقاط القوه ومواطن الضعف. يقول لك والله انت عندك نقط قوه هنا ونقط ضعف، فالنقط القوه احنا عايزين نزودها ونقط الضعف عايزين نعالجها، وطرق الاصلاح بغيه التحسين المستمر لمؤسسات وبرامج التعليم. ولهذا سعت معظم الدول لتبني نظام ضمان جوده التعليم، ومن اشهر الياته الاعتماد الاكاديمي السائد في الولايات المتحده الامريكيه والمسمى بضمان الجوده. يبقى انت فهمت كده ان يعني ايه اصلا ضمان جوده، يعني ايه اعتماد اكاديمي، وفهمت المصطلحات دي ماشيه ازاي. دي هيفيدك قدام، اللي انت قدام هتهلس هتشوف. نشأة الجوده وتطورها التاريخي. الجوده دي بدات ازاي اصلا؟ بص، اي حاجه عامه بتظهر جديد هتلاقي لها ماضي عامه. مثال الاوفر سايز، هو اصلا دي بنطلون جدك والله بنطلون جدك وهو طلع موضه فقال لك خلاص اسمه اوفر سايز. جدك بيلبسه انت وجدك، فاهم؟ عادي عند جدك بس خلاص هو اوفر سايز. يعتبر موضوع الجوده الشامله من المجموعات القديمه، ظهرت من زمن طويل. قد بدات الجوده في العصور القديمه في عهد الفراعنه، انت فاهم منين؟ ممثله في المعابد والمسلات والتماثيل التي شهدها القدماء المصريين. ويعتبر مصطلح الجوده مصطلح جديد لاهتمامات قديمه. دي اللي انا بقولها لك بقى، اللي هو اصلا ده حاجات في الماضي بس المصطلح لسه جديد اسمه اوفر سايز عادي دون ان يطلق عليها هذا المصطلح. هم بيستعملوا الحاجه ديت من غير ما يعرفوا لها مصطلح. زي الاكتئاب عادي، الناس من زمان طلع من مصطلح الاكتئاب 1000 واحد عنده اكتئاب. وبدا هنا يتكلم لك بدا الانسان في صنع ادواته الحجريه للصيد والبقاء، وعندما بدا يرتبط بين مده بقاء على وجه الارض وصلابه الادوات، فان كانت الادوات على درجه عاليه من المتانه والصلابه فان فرصته بالوقت تتزايد. يعني مهما كانت في العموم تضمن جوده الحاجه او ضمان الجوده في العموم دي شيء حلو، دي من زمان. وكل ما كان جوده الحاجه اللي انت بتعملها حلوه كل ما بتديك فرص اكتر. يعني انت ايام زمان زي ما هو بيقول لك هنا لما كان بيصنع ادواته بدرجه عاليه من المتانه والصلابه كان فرصه بقائه تتزايد في الحياه، وهكذا.
قال لك بعد كده ثم بدا الاهتمام يتجه بعد ذلك الى تقديم السلع والخدمه. وبعد كده قال لك كان في نقاشات، واحد عميل بيقول العامل يعمل ايه عشان يمشي بالحاجات اللي هو عايزها، بينما يتحقق مفتش من سلامه ودقه التنفيذ وفق المواصفات المحدده. قال لك يعني اللي زمان دي كانت موجوده، دي مش لسه ظاهره دلوقتي. دي ممكن يقول لك اكتب لي سؤال مقالي كده نشأة الجوده وتطورها التاريخي، ممكن يقول لك كده عادي في الامتحان وانت تكتب الحاجات دي كلها. انت لو فاهم الفكره انت اكتب براحتك عادي، فاهم؟ مش لازم تكتب زي ما هو بالظبط. هنا بدا يحكي لك بقى يتم المصريين القدماء بكسر الصخور المستخدمه في بناء الاهرامات، وبعدين كما قام الرومانيون بكسر المباني وقنوات المياه، وقعد يتكلم لك على كل واحد بقى. ثم تطورها وازدهرت من تطور الصناعه وظهور مبادئ ونظريات، ثم انتشار فكره مراقبه الجوده مع بدايه الثلاثينات. يجي يقول لك متى انتشرت فكره مراقبه الجوده؟ تقول له مع بدايه الثلاثينات. يقول لك اختر من بدايه الثمانينات، تقول له لا الثلاثينات. فاهم؟ ده اسئله تيجي صح وغلط تيجي اختر. وقعد يتكلم لك بقى ان دي من زمان، وفي الرومان كانت عامله ازاي، وفي مصر القديمه كانت عامله ازاي، ومش عارف ايه. وبعدين قال لك خلال رحله التطور في الفكر الاداري فيما يتعلق باداره الجوده الشامله، يمكن ان نلاحظ ان تتبع مداخل الجوده عبر تطورها لم تحدث في صوره هزات مفاجاه للفكر الاداري او في صوره طفرات، ولكنها كانت من خلف التطور المستمر، مش حاجه ظهرت كده على فجاه، لا ده اصلا من قديم الازل وماشيه خطوات ثابته لحد ما وصلت اللي احنا شايفينه دلوقتي. قال لك ويمكن تقسيم تطور حركات الاهتمام بالجوده الى 4 مراحل تاريخيه متميزه لاداره الجوده. سؤال: يمكن تقسيم تطور حركه الاهتمام بالجوده الى 5 مراحل؟ غلط. يمكن تقسيم تطور حركات الاهتمام بالجوده مراحل تاريخيه 4 مراحل بيتسال فيها في الامتحان، وتعتبر كل مرحله تاليه من مراحل هذا التطور تتضمن المراحل السابقه لها وليست منفصله عنها. ودي سؤال بيجي في الامتحان، يروح جايب لك دي كله كده صح وغلط، ويروح جايب لك وتكون منفصله عنها، لا اقول له وليست منفصله عنها. هيجي يقول لك منفصله اقول له لا مش منفصله، دي يروح جايبها لك صح وغلط، وانت زي الاهوج تجري ترى صح 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 صح، ده فعلا صح 4 مراحل فعلا، وتروح عاملها ايه الاجابه الصح. هو هنا ايه كاتب لك شيلك ديت، فانت تروح غلطان في السؤال. ال4 مراحل دول تعال نتكلم عنهم، اللي هم 4 مراحل تاريخيه لاداره الجوده. قال لك المرحله الاولى وهي مرحله الفحص، ودي بدات من عام 1920 ل 1940. يجي يقول لك اتكلمني على ال4 المراحل التاريخيه التي مرت بها الجوده، فانت تقول له المرحله الاولى هي مرحله الفحص، وهكذا تكتب الباقي. المرحله الاولى مرحله الفحص، دي سؤال في الامتحان اصلا. يجي يقول لك ما هي المرحله الاولى؟ اختر مرحله الفحص ولا مراقبه الجوده ولا ضمان توكيد. هيجي يقول لك كده، فانت تقول له لا ده هي مرحله الفحص من عام 1920 ل 1940. ما بنركزش في التواريخ بس تكون عارفها يعني عشان لو سال فيها، بس هم ما بيركزوش في التواريخ. قال لك الجوده في هذه المرحله بيحصل ايه بقى في المرحله الاولى دي؟ مرحله الفحص. يعني ايه مرحله الفحص؟ والله يعني انا هخش افحص الحاجه، والله يا ابني ماده بديهيات بس انت تكون فاهم اهو. الجوده في هذه المرحله تعرف انها المطابقه للمواصفات، وكان الاسلوب الفحص المتبع للتاكيد من المطابقه هو الفحص باستخدام اجهزه التنسيق والاختبارات المعمليه، وذلك لضمان ان الخدمه المعينه المطابقه للمواصفات هي التي تنقل الى خارج المنظمه في طريقها للمستهلكين او العملاء. والله انا ببعت لك حاجه بقول لك عايز زيها، مرحله الفحص بخش اتاكد ان الحاجه اللي انت عملتها مطابقه للمواصفات اللي انا قلتها، بس دي مرحله الفحص. شبه البعض عمليه الفحص بانها عمليه اطفاء الحريق، اشاره الى انها لا تحاول منع الاشتعال لا قبل وقوعه، ولكنها تاتي لتطفئ النار التي اشتعلت. انت عملت الحاجه وخلصت، انا جاي ابص عليها بعد ما خلصت هي مطابقه ولا لا. ممكن طب لو مش مطابقه ما انت بوظت الحاجات خلاص، انا مش هاجي اصلح، مش هحاول منع اشتعال الحريق، لا خلاص انت عملت اللي عملته، انا جاي احل الدنيا، ولكن تاتي لتطفئ النار التي اشتعلت فعلا، خلاص انت بوظت الدنيا فانا جاي احلها. قال لك هنا المرحله الثانيه وهي مرحله مراقبه الجوده. مراقبه الجوده يعني ايه؟ براقب الحاجه اللي بتحصل، وهي مجموعه او عباره عن مجموعه من الانشطه والاساليب الفنيه والاجراءات مراقبه الجوده التي تستخدم للوفاء بمتطلبات الجوده. انا حاطط لك شويه متطلبات كده انا عايزها وعايز مواصفات معينه، فانا والله رايح اراقب الحاجه اللي انت بتعملها ديت فعلا زي اللي انا قايلها لك ولا لا. مراقبه عن طريق ايه؟ بعض اساليب فنيه واجراءات انا بعملها عشان اراقب، وهي بهذا المعنى تهدف الى منع او تقليل المعيب. ويجي يسالك هنا المرحله التي تهدف الى منع او تقليل المعيب في المنتجات هي مرحله ايه؟ تقول له المرحله الثانيه مرحله مراقبه الجوده التي سيتم انتاجها مستقبلا، وذلك لتطبيق الاساليب الاحصائيه للرقابه على الجوده. يبقى خليك فاهم ان هو يجي يقول لك هنا مراقبه الجوده ممكن يقول لك هي عباره عن كذا وكذا وكذا، يروح جاي كاتب لك دي كلها ويقول لك ده مرحله ايه او تعريف ايه، يقول له مراقبه الجوده، فانت تكون عارف الحته دي. او يجي يقول لك المرحله التي تهدف الى منع او تقليل المعيب هي ايه؟ مرحله مراقبه الجوده. اسئله بتسال فيها في الامتحان، وهي تعني استخدام الاساليب والانشطه في تحقيق ومدى تحسين جوده المنتج او الخدمه، تشمل تكامل الاساليب والانشطه المرتبطه بها. وقد اتسمت هذه المرحله ببناء اساليب احصائيه مستحدثه ممكن من خلالها اداره الانشطه الجوده وتوفير كم كبير من المعلومات التي تفيد في هذا الخصوص. والله انا بخش واعمل احصائياتي وحاجاتي واسجلها عشان اشوف فعلا كم المعيب اللي اتحقق. يعني انت النهارده انا قلت لك
لك اعمل منتج مثلا 20,000 كوبايه، دخلت لقيتك مثلا في معيب فيهم 2000 كوبايه مثلا، فدول مش هيطلعوا للناس، في حاجه غلط حصل معيب. فانا بسجل الحاجات دي وبسجل هل الحاجات دي بتزيد ولا بتقل. يعني لما قلت لك اعمل 20,000 كوبايه كمان، اللي قال له بقوا 500 المعيب ولا بقوا 4 5000؟ فانا بسجل دي كل حاجه. على فكره دي اسئله ممكن يجي يكتبها لك كده ويقول لك دي مرحله ايه، فانت تكون فاهم. المرحله الثالثه ضمان وتوكيد الجوده من 1960 ل 1980. توضيح التطور الذي حدث على مفهوم الجوده في هذه المرحله في اطار ضمان وتوكيد هذا المدخل في مجموعه نقاط. قال لك يكون مدخل توكيد الجوده على منظور اوسع واعمق واشمل، فهو مفهوم يقوم على فكره بناء الجوده بحيث تشمل كل مجالات التصميم والمطابقه والاداء عند ممارسه الرقابه على الجوده. يعني دي مش زي الباقي، لا ده اوسع واعمق واشمل. المفهوم ده فكره بناء الجوده اصلا، يعني ازاي نخلي الحاجه اللي تطلع احنا نكون عارفين انها تطلع عندها جوده من كل حاجه بقى، من التصميم والمطابقه والفحص وكله. يعني المرحله دي بتيجي تتمم، المرحله دي مسؤوله على كل المراحل الباقيه. يركز على مبدا التكامل في ممارسات وظيفه الجوده، فهو يرى انها نتاج ظهور اقسام التسويق والتصميم والعرض والتصنيع والنقل والتوزيع في المنظمه. يعني انا مش جاي اتكلم على جزء معين، انا مش جاي اتكلم على عامل اللي واقف على المكنه، لا 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 لا, لا. انا بتكلم على كله. انا عايز قسم التسويق والتصميم والعرض والتصنيع، كل اي حد شغال في المؤسسه عموما هو موجود مني. مرحله ضمان وتوكيد الجوده انا مسؤول عن اضمن لكل الحاجات ديت اللي هتطلع بشكل سليم في كل الاقسام دي. شفت في اقسام معينه ودي اللي واقف عليهم من فوق كده، دي مراقب، هو ده. المرحله الرابعه اداره الجوده الشامله. خلاص ادينا الجوده للناس وخد استوفى الجوده والدنيا تمام. هل بس كده؟ لا، انا هرجع راجب عليه. قال لك في ظل البيئه الديناميكيه التي تعيشها المنظمات قد اترجت تلك المنظمات عدم القدره على المدخل التقليدي اداره الجوده بمراحل مختلفه. انا مش هقدر اراقب الجوده كل شويه وانزل واجيب واطلع. في تحديث، في حاجات حديثه عايزين نعملها عشان نراقب اللي الجوده دي ماشيه تمام ولا لا وما نعطلش نفسنا. وقال لك في مسميات كتيره مثل اداره الجوده الشامله والتحسين المستمر للجوده واداره الجوده على مستوى الشركات ككل. حلو. بعد كده قال لك اهداف ضمان الجوده بالمدارس. هنا كلام لك في العموم على الجوده في العموم وهي بتعمل ايه والاعتماد ايه اصلا وكده. قال لك بقى تعالى ما نتكلم اصلا على الحاجه بتاعتنا احنا في تربيه، تعالى نتكلم عن المدارس وازاي نخليها عندها جوده وايه اهدافنا اصلا من ضمان الجوده. وانا هسالك هنا سؤال او اقول لك والله ايه اهداف ضمان الجوده؟ يعني لما المدرسه ديت انت تقول عليها لا جودتها حلوه هيكون فيها ايه؟ اتكلم معايا كده بالظبط. صح، شوف انت شاطر ازاي. يكون مدرسين حلوين فعلا، يكون في اداره حلوه فعلا، يكون في اداء حلو حقيقي. طب اهدافها ايه تاني؟ تطلع جيل واعي. صح. فالحاجات اللي انت في الماده دي والله بديهيات، انت لو كتبت بدماغك هتنجح وتجيب درجات حلوه. قال لك تسعى عمليه ضمان الجوده لتحقيق مجموعه من الاهداف. فهم حاجات ورغبات المستهدفين داخل المؤسسه. والله انا عايز افهم كل واحد عايز ايه، طالب عايز ايه حلو في المؤسسه، عايز يوفر له. لا والله انا عايز يبقى في مدرسين حلوين تمام، وبرده اولياء الامور عايزين ايه والمجتمع عايز ايه. فانا بفهم كل واحد عايز ايه عشان اقدم له الحاجه اللي هو عايزها. بشوف متطلبات كل واحد فيهم. فهم حاجات ورغبات المستفيدين. ضمان الاداء الصحي للادوار المقدمه في العمليات التعليميه في المره الاولى مع العمل على التحسين والتطوير. انا بحاول اضمن الاداء الصحيح، كل واحد يقوم بدوره يا جدعان. في مدرس يعمل اللي عليه، في عامل يعمل اللي عليه، في مدير يعمل اللي عليه، في مدرس العاب، كل واحد يعمل اللي عليه. اعداد جيل من الطلاب اعداد شامل ومتكامل يراعي مختلف جوانب نموهم بما يناسب قدرته. يعني مش كل الناس تلعب كوره يعني انت راجل تخين بكرش مع كده ليه تلعبوا كوره يا عم؟ هو بيقول لك انا مش عايز العب كوره، انا عايز العب سباحه. ده يعني بالونه هتنفخ في الميه، يعني ده مش تنمر يعني بس فرضا يعني. ما تسيبه يا عم. فايه كل واحد ايه مختلف جوانب نموهم. في حد قصير مش عافيه يعني تلعبوا باسكت، يعني هو واحد قصير 150 سم هيلعب باسكت؟ مش لازما يعني. هو عايز يلعب حاجه ثانيه، عايز يلعب كوره، لعب كوره بايه بما يناسب قدراته. قال لك ماشي. التكيف مع المتغيرات التقنيه والاقتصاديه والاجتماعيه المتلاحقه بما يخدم تحقيق الجوده المتطلبه المستمره. ايه يعني والله حصل تقدم يا عم. احنا دلوقتي اي حد بيحل البتاع على جيميناي، على شات جي بي تي، على ديب سيك، على في ليله في حاجه اسمها اتمته، كل حاجه ماشيه لوحدها من غير ما حد يتدخل. لا لا لا, لا. هي ما فيش حاجه اسمها كده. انا همشي بالورقه والقلم يا عم. الورقه والقلم دي انقرضوا، بقى في تابلت وفي سبوره ذكيه وبقى في كورسات وبقى في ليله يا عم الحاج. لا لا لا, لا. انا لازم برضو ادي دروس في السنتر. ماشي ادي دروس في السنتر بس في اونلاين. لا 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 لا.
فانت فاهم؟ لا ما تبقاش انت في يم والناس في يم، انت كيف مع التغيرات التقنيه والاقتصاديه والاجتماعيه المتلاحقه تتماشى معاها. بعد كده قال لك الاهتمام بجوانب التقويم المستمره لجميع حالات تقدم المدرسه بدأ في تحقيق الاتقان وضمان الجوده. والله انا كل شويه اقيم الناس، اقيم اداء الطلاب، اقيم المدرسين، دي كام من 10؟ 10 من 10 حلو، 8 من 10 اللي عليه عشان قصر في كذا وكذا، خلصنا نعالج الكذا وكذا دول، خلصنا دول، عايزين بقى المدرسه تبقى حلوه، تنافس، اي حاجه فيها تنافسيه بتبقى حلوه، زياده القدره التنافسيه وزياده كفاءه المدرسه عن طريق التعاون بين ادارات المدرسه وتشجيع العمل الجماعي. تعالى يا عم احنا المدرسه بتاعتنا هتنزل قصاد المدرسه الثانيه في دوره دبسي في الكوره، تعالى يا عم احنا ننزل مسابقه تعليميه على مثلا الثقافه العامه، يخلي كله يشتغل. بعد كده قال لك توفير الخدمه وفق المتطلبات المستفيدين من حيث الجوده والتكلفه والوقت والاستمراريه. تمام، ده هيجي يسالك في الامتحان اهداف ضمان الجوده، تروح كاتب له الحاجات دي. انا قلت لك اسمها ايه؟ فضه وبعدين 6 تاء. يعني ايه فضه و6 تاء؟ يعني فهم. فانت اهداف ضمان الجوده فضه وبعدين 6 تاء. ايه الفاء؟ فهم حاجات ورغبات المستفيدين. الضاد ضمان الاداء الصحيح. الف اعداد جيل من الطلاب اعداد شامل. 6 تاء تكيف تقويم تنافسيه توفيق. بعدين هتنزل تنظيم تحفيز. يبقى ايه؟ انت عندك فضه و6 تاء. اول ما تشوف اهداف دي يجي لك في الامتحان، اول ما تشوف اهداف اكتب لي اهداف ضمان الجوده بالمدارس، تروح كاتب ايه؟ فضه و6 تاء كده، تكتبها في البتاع كده في الورقه كده، فضه 6 تاء، وتروح عامل من هنا كده مطلع منها سهم كده، فضه فهم حاجات ورغبات المستفيدين. الضاء ضمان الاعداد الصحي للادوار. الالف اعداد جيل من الطلاب اعداد شامل. 6 تاء. 1 التكيف مع المتغيرات. 2 التقويم. 3 التنافسيه. 4 توفير. 5 تنظيم. 6 تحفيز. وتروح كاتب الحاجات ديت، وده هتسهل عليك في الامتحان. وده من اعداد جو رجب او يوسف رجب، يعني انا اللي عاملها، ده مش في الكتاب يعني. وده الحاجات اللي انا كنت بعملها. هتلاقي قدام كده، هتلاقي ضمان الجوده في مصر، هتلاقي ايه؟ صدق ايجابيه، عداله شفافيه، منهجيه علميه، والتقويم الذاتي. انا لسه حافظها من سنه اولى عادي، ليه؟ عشان كنت بغنيها. صدق ايجابيه، عداله شفافيه، منهجيه علميه، والتقويم الذاتي. فانت يا صاحبي احفظ بالطريقه اللي تحب تحفظ. ما حدش هيوقفك في الامتحان يقول لك قول لي إيه انت كتبت السؤال ده ازاي، ما حدش يعمل كده. احفظ باللي يفكرك. فانا كنت بحفظ كده، ودي اللي خلاني اجيب درجه حلوه في الماده دي. قال لك بعد كده تنظيم برامج للتدريب المستمر لضمان الجوده داخل المدرسه وبين المخرجات. كل فتره هندرب الناس بالحاجات الجديده اللي بتحصل. الاهتمام بجوانب التحفيز التي تشبع احتياجات والطموحات المستفيدين والرغبات. نحفز الناس. ايه اللي بيحفز الناس دي؟ في ناس بتحفزهم الهدايا، نجيب لهم هدايا يا باشا، لو طلعت حلو الشهر ده هنجيب لك شوكولاته حلو. كما تهدف عمليه تعليم ضمان الجوده الى ما يلي: وضع اهداف لسياسه الجوده ومتابعه تنفيذها من تخطيط شامل وتصميم ووزنات لضبط الجوده ومتابعه الاداء. تحسين وتقييم نظام الجوده. اتخاذ اجراءات صحيحه نحو توفير الامكانيات الضروريه. والله نوفر الامكانيات للمدرسه لتحقيق اهداف المؤسسه. يعني مثلا المؤسسه عايزه تبقى تخش في الباسكت مسابقات، هي اصلا ما عندهاش ملعب باسكت، انت فاهم؟ ده مثال يعني. توضيح مهمه جميع العاملين بالمؤسسه التعليميه وكيفيه اداء نظام المهام. دي شيء مهم صح في حياتك عموما. والله كون انت عارف ايه اللي لك وايه اللي عليك. انت تكون توضيح مهم لجميع العاملين، كل واحد في المؤسسه عارف هو بيعمل ايه. انت وظيفتك دلوقتي في الجامعه اللي انت تذاكر او تشتغل او تعمل الاثنين سوا عادي، في ناس بتعمل اكتر من كده بكتير يعني. فدي وظيفتك، فانت تكون عارف دورك وتعمله، عشان ده تتحاسب عليه في الدنيا، الكليه هتديك الدرجه، تتحاسب عليه في الاخره، ربنا هيسالك عملت ايه. فوائد ومزايا تطبيق. لما اعمل الحاجات دي انا خلاص طبقت الجوده في المدارس، هستفاد ايه؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. نجيبها من هنا ولا من تحت؟ من اللي انا عاملها لك ولا لا؟ خلاص خليك فاهم على طول. اما اقول لك ايه كود جو رجب، كود جو رجب، فانت فاهم كود ايه؟ كود جو رجب دي فهمك السؤال على طول. يجي يقول لك فوائد ومزايا تطبيق ضمان الجوده في المدارس. مقالي في الامتحان ب10 درجات، اقول له حضرز 3 اتنينات. يعني ايه حضرز 3 اتنينات؟ على الهادي 3 اتنينات. واحده تحسين تحسين، الثانيه الاثنين التانيين تنميه، الثالثه تكليل تخفيض، نفس المعنى. يبقى ايه؟ تحسين تنميه تكليل تخفيض. امال ايه يا عم جو حضرز دي؟ بص يا عم، حضرز الره في حضرز رافع، الزال زياده، الضاد ضمان، الحاء حصول. تمام كده؟ يبقى ايه؟ اول ما يقول لك فوائد ومزايا تطبيق ضمان الجوده في المدارس هتقول له ايه؟ كود جو رجب. ايه كود جو رجب؟ حضرز 3 اتنينات، 2 تحسين، 2 تنميه، 1 تكليل، 1 تخفيض. يبقى ايه؟ تحسين تنميه تكليل تخفيض. وبعدين ايه؟ حضرز العو جه العو حضر. بس اهي سهله. قال لك تحسين نوعيه الخدمات التعليميه. لما
اطبق ضمان الجوده في المدارس، هعمل تحسين نوعيه للخدمات التعليميه المقدمه للطلبه باستمرار مما يزيد من دفعتهم نحو التعليم والاكتساب، تحسين طرق التدريس وتطورها، استجابه لمستجدات المناهج، يعني المنهج الجديد استجيب معاه زي ما انا قلت لك من شويه. والله انت لو فهمت اللي فات اللي جاي ده بالنسبه لك هلس، انت هتخترعه من دماغك، وانا بقول لك حاجات تفتكر بيها. يبقى هنحسن نوعيه الخدمات، هنحسن طرق التدريس واستجابه للمستجدات، هنعمل تنميه الانتماء والولاء لدى عاملين المؤسسه التعليميه من خلال اعتزازهم بالخدمه التي تقدمها. يعني لما حد يعمل حاجه في المؤسسه التعليميه تعرفه قيمه الحاجه اللي هو بيعملها، دي بيخلي الواحد يحس فعلا بالولاء والانتماء ليه. ودي مثلا زي لما تيجي تقول لحد شكرا، لما تيجي تقول لحد جزاك الله خيرا مثلا، قول لحد والله يا اخي ريحتني راحه كبيره كنت هتعب، يحس بقيمه الحاجه اللي هو عملها. الكلمه الحلوه عمل الكلمه الحلوه، يعني اقول لي كلمه حلوه كده مثلا، الله يخليك حبيبي تسلم. تنميه روح الفريق الواحد، كلنا والله هنا في المؤسسه التعليميه فريق واحد. في الاخر مش هيجي يقول لك المدرس ده هو الحلو، لا، هيقول لك المؤسسه التعليميه حلوه، المؤسسه التعليميه وحشه. حتى لو انت حلو والباقي وحش هيقولوا وحشين. فانت كله بيتعامل كفريق واحد، وكله بيتشارك وبيتعاون من جميع العاملين في المدرسه. تقليل الاخطاء او منع حدوثها في العمليات التعليميه، نقلل الاخطاء عن طريق اللي احنا قلناه فوق برضو، اللي احنا بنكتب الحاجات اللي عندنا فيها مشاكل وبنحلها. ودي مع نفسك على فكره، يعني انت تقلل الاخطاء ومنع حدوثها ديت، ما انت ما تغلطش 30 مره وتيجي تقول لي نفس السؤال اصل مش عارف ايه. اكتبوا يا عم السؤال اللي بتغلط فيه. تخفيض تكلفه الخدمه التعليميه من خلال تطبيق معايير الجوده في الانفاق والعمليات وطريقه تقديم الخدمه. هنخفض الجوده للناس، ده ما بيحصلش بس. رفع مستوى الاداء عند العاملين في المدرسه عشان هندربهم باستمرار ونعرفهم الحاجات الجديده، جوده الاداء والتقييم والمتابعه المستمره اللي احنا لسه جايين فوق اهو والله. وهي تحسين الطرق. عشان كده بقول لك لو انت فاهم الماده ديت انت هتلكلك، لو بتعرف تتكلم هتخلص الماده. زياده قدره المدرسه على منافسه غيرها من المؤسسات، دي اللي قلناها فوق برضو، اللي احنا هنخلي فيه تنافسيه فوق. شفت اللي احنا قلناه هنا اهدافنا ايه؟ اللي هنا اهداف ضمان الجوده. لما نعمل الاهداف ديت هنحقق الفوائد والمزايا، هتكتب اللي فوق تحت بس بسياق حلو كده. رفع مستوى الاداء عند العاملين في المدرسه، زياده القدره، حصول العاملين على حوافز تشجيعيه اللي احنا قلناها اهو، تحسين ولا كلام مش عارف ايه، اتخاذ اجراءات صحيحه اللي هي قلناها هنا اهو، تحفيز. قال لك تحت قال لك اهو حصول العاملين على حوافز تشجيعيه. ما اللي انت عايزه في الاهداف، اهدافك لو اتحققت هتديك المزايا، ما هي بديهيات اهي. قال لك ماشي، حصول العاملين على حوافز تشجيعيه والتحسين المستمر لاداء العاملين بها وتطبيق ضمان الجوده في المدارس فوائد كبيره لها اثار ايجابيه. ايه الاثار الايجابيه؟ قال لك تعالى الارتقاء بالمستوى النوعي لجوانب ومكونات العمليه التعليميه، هنعلي من قيمه التعليم، التركيز على الطالب كمحور العمليه التعليميه وكمستفيد اساسي فيه. الطالب هو الحاجه الاساسيه عندنا. ايجاد الاتصال الفعال داخل المدرسه على المستوى الافقي والراسي، التاكيد على الجانب المهاري لدى العاملين بالمدرسه. كل المدرسين شاطرين، كل الناس شاطره، العامل نفسه شاطر، اي حد في المدرسه شاطر. تركيز على تطوير العمليات مع تحديد مسؤوليات لكل العاملين، دول قلنا فوق ان كل واحد يكون عارف دوره وعليه ايه وليه ايه. مبررات تطبيق ضمان الجوده في المدارس، انا هطبق دي ليه اصلا؟ قال لك هناك اهتمام بتحديد المعايير التي تقود العمل في المؤسسه التعليميه قبل الجامعه، كيفيه استخدام اساليب وادوات ضمان الجوده، وتتمثل دواعي الحاجه لضمان الجوده مؤسسه التعليم في التعليم قبل الجامعه في التالي. ليه هطبق؟ عشان التاني، عشان نحسن جوده التعليم، عشان نضمن الجوده، عشان نحقق جودة عالية على المحاسبة العامة، عشان نحافظ على السمعة الدولية للمؤسسة التعليمية، عشان نرتفع كفاءة مش عارف ايه. شفت اللي فوق ده؟ لو بتركز والله هو اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا. فعشان كده بقول لك المادة دي لو انت فاهمها هتظبط الدنيا فيها. كما يمكن تحديد الحاجة إلى ضمان الجودة في المجال التعليمي للأسباب التالية. إيه الحاجة بقى؟ إيه؟ قال لك عيب نخفض. أنا قلت لك خد عمك جو عيب نخفض. يعني إيه عيب نخفض؟ يعني قال لك والله العجز التعليمي والمقصود بالاستثمار في التعليم دون العائد نظرا لأن المخرجات التعليمية والنواتج التربوية لا تكفي الطلب الفعال في أسواق العمل بالدرجة المطلوبة. تمام. يبقى العين العجز التعليمي عيب. قال لك التعليم يركز على المعارف والمعلومات وتجاه السلوكيات والمهارات، ودي شيء مش حلو. احنا عايزين نركز على السلوكيات والمهارات برضه. يبقى ايه؟ يركز. معدلات البطاله المرتفعه، فالانتاج لا يوفر عدد الوظائف الكافيه. زي ما انت كده مثلا هتخلص الكليه مفيش توظيف، مفيش تكليف لبتوع تربيه، فانت بقى وحظك بقى لما بيفتحوا التعيين تبقى تتقبل ولا لا. على الوظائف الكافيه المناسبه للمخرجات التعليميه، انخفاض العائد على استثمار التعليم، الخلل في الادوار التنظيميه، اتساع الفجوه بين الانتاج والتعليم. دي شيء مهم بيجي فيها اسئله. اتساع الفجوه بين الانتاج والتعليم حيث لا توجد بعض التخصصات التعليميه الفرص المناسبه بعد التخرج اللي بقول لك فيه. ضعف المشاركه في تصميم البرامج التعليميه على جميع المستويات. هنا عيب نخفض. عين عجز. ي التعليم يركز. ب البطاله. نون
انخفاض، الخلل في الادوار التنظيميه، اتساع الفجوه، الضاد ضعف المشاركه في تصميم البرامج التعليميه. فانت لما يجي يقول لك حدد لي الحاجه لضمان الجوده ليه عايزين ديت في التعليم، هتقول له عيب نخف. دي كود مين؟ كود عم جو. سادسا، متطلبات ضمان الجوده في المدارس. قال لك والله عشان اطبق الجوده في المدارس ده انا عايز ايه؟ يا نهار ابيض. جاوب كده، عايز اخلي المدرسه فيها جوده، هعمل ايه؟ صح والله، قول صح. عالمي، يا نهار ابيض، برافو عليك، انت قمر. بص لنفسك كده، بوس نفسك، برافو عليك، صح والله، كل اللي انت قلته صح، ولو كتبت في الامتحان والله هتاخد درجه مع شويه حنكشه من دول. متطلبات تطبيق ضمان الجوده في المدارس. دعم وتأييد الاداره العليا لنظام ضمان الجوده لتحقيق الاهداف المرجوه. يعني يكون في اداره اصلا بدعمها، يعني بدعم الاهلي في الموقف اللي هو فيه، ادعمه، اشجعه، انت تقدر. تنميه الموارد البشريه كعمليين وتطوير وتحديث المناهج واستخدام طرق تدريس حديثه مع متغيرات العصر. تاكيد على المشاركه الفعاله جميع، كله بيشارك، كله هيشارك، مفيش حد مش هيشارك، من القاعده للقمه، من فوق لتحت، وحبه فوق وحبه تحت، وكله هيشارك، وكله هيتجامل، وكله هياخد تحفيز، كله هيتحاسب. التعليم والتدريب المستمر، كل ما بتحصل حاجه جديده هعلم الناس، هدربهم، هقول لهم ايه الجديد وايه القديم، ايه اللي بيحصل، احنا بنقع ولا بنطلع، احنا بننزل ولا، كله هيعرف كل حاجه. تعريف على احتياجات المستفيدين الداخلين وهم الطلاب والعاملين والخارجين وهم عناصر المجتمع المحلي. شفت لما فوق قلنا نعرف احتياجات الطالب واحتياجات ولي الامر، كذلك دي برضو من المتطلبات اللي نعرف كل واحد عايز ايه. استمراريه المؤسسه التربويه بصوره فعاله على مستوى التقويم الذاتي للاداء، كل واحد نقيمه، نعرف هو بيتقدم ولا بيرجع، رجع ليه، ده ساب حبيبته، يا نهار ابيض، دي مشكله كبيره. تعرف المشاكل اللي حاصله، انت ادائك بتقل ليه؟ طب ادائك زاد ليه؟ ادائك زاد عشان حفزته، قلت له كلمه حلوه، خلاص المره الجايه اقول له كلمه حلوه، برافو عليك. شفت تامر الجراح بيقول لك برافو عليك، ولا مدحت شلبي برافو، هي دي برافو عليك، برافو عليك. تطوير نظم المعلومات لجميع الحقائق من اجل اتخاذ قرارات سليمه بشان اي مشكله. تفويض الصلاحيات يعد من الجوانب المهمه في اداره ضمان الجوده، وهي من مضامين العمل الجماعي والتعاوني. استخدام اساليب كميه في والله يا ابني كلام افهمه وافهم اللي فوق، هتحله هتبقى فل الفل. كما يمكن تحديد متطلبات تحقيق الجوده في المدارس على النحو التالي، على اللي احنا كنا بنحققه هنا. مثلا تطبيق ضمان الجوده في المدارس دي كان ماشي، قال لك والله انا حدد الافكار، هيعيد الكلام اللي فوق، الكتاب بيعيد كل حاجه، فاهم؟ فانت تكون فاهم الكلام داير على ايه وانت هتظبط. تركيز على المناخ التعليمي المناسب، والله احنا وفر لك مش يكون توكسي زي البنات كده. شفت علاقات البنات؟ يا نهار ابيض، تكون بتبص صاحبتها في المدرج، داخله المدرج بتبوسها قدامك وتسلم عليها، وبعدها بالليل تلاقيها بتشتم في صاحبتها. دي هي دي مناخ تعليمي مناسب، ما يكونش ان في ناس حربايه، لا، كله محترم. الاداره الواعيه والتركيز على المخرجات التعليميه، والله يكون في اداره على كل اللي بيحصل. التاكيد على التحسين المستمر ووضع حلول والمعالجات حسب الاهميه والامكانيات. تمام. استخدام اليات التغذيه الرجعيه. عارف يعني ايه تغذيه رجعيه؟ يعني فيدباك. لا 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 لا. لا صلى على النبي، مش هكون واخد كورس عشان اقول لك فيدباك تقول لي هلا انت بتترجم من العربي الانجليزي. شجعني، انا قلت لك كلمه حلوه، شجعني عادي، مش هقول لك حاجه. قال لك بقى نوفر الظروف المناسبه لضمان الجوده في المؤسسات التعليميه وتحقيق فعاليتها. من ضمن متطلبات ضمان الجوده وتتمثل في الاتي: ان يكون اعضاء هيئه التدريس المعلمين مؤهلين بدرجه كافيه. في المدرسه مدرس مؤهل للتعامل مع الاطفال، ما يقولش الواد ده تخين يا بكرش. ما يكونش مثلا في التربيه العملي الناس اللي بتنزل تربيه عملي تروح تاكل السندوتشات من الاطفال. لا، اختار هيئه التدريس فاهمين مؤهلين بدرجه كافيه، زي الناس اللي عندنا كده بينزلوا ياكلوا سندوتشات من الاطفال في التربيه العملي. يقول لك انا اتفرج اعضاء هيئه التدريس طوال الوقت في المؤسسات التعليميه. يعني ما تديش دروس من الاخر، بقول لك انت ما تديش دروس، انت تكون في المؤسسه التعليميه طول الوقت. اديله فلوس كافيه يا عم واقعد طول اليوم عادي. ان يفهم قاده المؤسسه التعليميه وادارتها الاسباب وراء ضروره ضمان الجوده. انا عايز اضمن الجوده ليه اللي احنا قلنا فوق. توفير خدمات اداريه والكترونيه معاونه من خلال ايه بقى؟ اللي يكون مثلا في شيتات موجوده على ويب سايت للاساتذه، حاجات بتسهل ليهم اعداد الدرس، حاجات بتسهل ليهم البحث، يكون مديهم اجهزه زي لابتوبات او كده، زي دكاتره في الجامعه بياخدوا لابتوبات وحاجات كده. قال لك سابعا اليات ضمان الجوده بالمؤسسات التعليميه. ازاي اليات؟ هنعمل ايه عشان نضمن الجوده بالمؤسسات التعليميه؟ قال لك انشاء وتشكيل وحده او مركز لضمان الجوده وتعيين موظفين اساسيين بيها، او اسنادها النخبه من العاملين بالمدرسه. يعني تنفيذ الجوده ده هاجي اقول لك يا عم جو انت والله مسؤول من ضمان الجوده، انت اللي هتلف تتاكد اللي كل حاجه ماشيه صح. عارف مشرف المدرسه في ابتدائي؟ هي دي اللي انا كل شويه في ناس ملزمه اللي هي تلف
وتشوف كل واحد جنبه دور ولا لا. تشكيل لجنه الجوده وفريق ضمان الجوده يتم اختيار اعضائه ما بين جميع العاملين بالمدرسه على اختلاف وظائفهم. يعني يكون في عامل مختارينه يشرف على العملاء، في مدرس يشرف على المدرسين. كم وحده جوده بعمليه التقويم الذاتي الاولى وفقا للمعايير المناسبه، والذي يعد نقطه البدايه للتخطيط وتقديم عمليات الضمان اللي احنا قلنا فوق. التقييم الذاتي هو الجانب الاكثر قيمه في عمليه ضمان الجوده، وده عامه في حياتك. والله يعني لو هنقول حاجه ان التقييم عامه ان انت تقيم نفسك في كل حاجه، في علاقتك بربنا في الفتره دي عامله ايه، في تقييمك دلوقتي مع اهلك علاقتك عامله ايه، تقييمك لنفسك في المذاكره عامل ايه، تقييم الذات عامه في اي حاجه. بالاضافه الى تعزيز مبدا المساءله ما بين العاملين للوقوف على نتائج عمليات ضمان الجوده، وكذلك تحديد نقاط القوه والضعف، ونظبط القوه نزودها نقلل الضعف. شوف اللي جايه دي، معوقات تطبيق ضمان الجوده في المدارس. السؤال ده جاي في امتحان 25/26 فاينل 25/26، معوقات تطبيق ضمان الجوده في المدارس. السؤال ده جاي فاينل اخر السنه، واحنا قلنا لك ايه؟ اهضم تخن. واحد كل فهضم وبعدين بعد ما هضم تخن. دي ايه كود اسمه ايه؟ كود ايه؟ جورجا. قال لك يوجد العديد من المعوقات. حلو، احنا عايزين نعمل الجوده دي في المدارس، بس في حاجه بتعوقني، في حاجه معطلاني. شفت لما يقول لك انزل احلم اجري اسمع، الحاجات اللي هي التحفيز دي، بس يا عم عندي معوقات، انزل واجري واحلم واجري واسع، انا تخين اصلا مش هقدر اجري واعمل الحاجات دي. قال لك في كتير من المعوقات في ضمان الجوده بالمدارس الثانويه في ظل سياده الهياكل التنظيميه التقليديه. الله يبارك الله. حلو، قال لك المعوقات بقى، قال لك خد عمك جو، قال لك اهضم فبعد ما هضم تخن. يعني ايه؟ قال لك من ابرز المعوقات ديت اول حاجه المدارس. المدارس اصلا مؤسسات جماهيريه يكثر المستفيدين منها، فصعب تحديد الاولويات بين الخدمات اللي واجب توفرها. يعني اصلا المدرسه بالذات، قال لك هنا الهيكل بالمدارس الثانويه. حلو، للتعاقد المدارس الثانويه قال لك في مستفيدين منها كتيره واولوياتها يصعب تحديدها، عشان كده دي من المعوقات. قال لك هيمنه التغيير على الادارات المدرسيه وتعاقب المديرين، كل شويه في مدير جديد اصلا على المدرسه الواحده، فدي ما بيتوحش الفرصه امامهم من فهم وتطبيق الاهتمامات التي تختلف عن اهتمامات المدير السابق او اللاحق. لا يعني انا جاي مش عارف اصلا اللي قبل دي كان ايه الدنيا معاه، فاصلا طب انا هظبط اللي هو عمله ولا ابدا حاجه جديده، واللي بعدي اصلا هيجي مش فاهم اللي انا بعمله، فالدنيا تايهه. قال لك تعجل اداره المدرسه تحقيق نتائج سريعه، انا عايز كل حاجه بسرعه. ودي الجيل الجديد اللي بيحصل برضو، اللي هو الناس اللي طالعه دي، انا عايز في 10 دقائق اتعلم ازاي اجيب مليون جنيه. يا ابني مش في 10، في ربع ساعه. يعني كل حاجه بسرعه. يدفع تطبيق ضمان الجوده دون اعداد البيئه الملائمه للتقبل. لا انا عايز من غير اي حاجه، من غير ما اعمل بيئه، من غير ما اظبط العاملين عندي، انا عايز نتائج سريعه. التركيز على اهداف قصيره المدى مع اهمال تحقيق التوازن بين الاهداف قصيره الاجل وطويله الاجل. يعني انت اصلا وانت بتحط اهداف لازم يكون عندك اهداف قصيره المدى وهو التارجت، واهداف بعيده المدى، فاهم؟ فلازم يكون عندك الاثنين، لا هم عايزين القصير بس. ضعف الانصات الكافي للمستفيدين من العمليات التعليميه والعاملين بتلك المؤسسات فحم الانصراف عن القيام باداء واجباتهم. موظف جه اشتكى لك، اسمع له يا باشا، شوف هو بيشتكي من ايه وازاي تحل له الحوار. طالب جه يشتكي من اللي حاصل، اسمع له وازاي تحل. اما هم ما بيعملوش كده، ودي من المعوقات اللي بتضمن الجوده في المدارس الثانويه. ندره البيانات والمعلومات المتوفره على النحو دقه على النظام التعليمي وادارته، ما عندناش معلومات كافيه. اتباع انظمه والسياسات والممارسات لا تتسق مع مدخل ضمان الجوده مع نقص التقدير الكافي للموارد البشريه. الخلط حول التدريب وتكريم الاداء وما يصاحب ذلك من اهمال الاحتياجات التدريبيه للعاملين بالمؤسسات التعليميه. في عك، انت لو فكرت اللي بيعوق تطبيق الجوده مثلا انت هتكتب والله يا عم جو في كل شويه مدير يتغير، في عايزين بسرعه، عايزين اهداف قصيره المدى، ما عندهمش اهداف بعيده المدى، ما عندناش بنات يا عم جو، عندنا اصلا ماشيين بنظام ما ينفعش يتماشى معانا. هتكتب انت اهضم تخن. ايه اهضم تخن دي؟ قال لك والله اهضم الف اتباع انظمه وسياسات وممارسات، يبقى الف اتباع انظمه، ه هيمنه، ضاد ضعف الانصات، ميم المدارس، ت تعجل اداره المدرسه والتركيز على الاهداف، يبقى الت هنا 2، خ خلط حول التدريب وتقييم الاداء، نون ندره بيانات والمعلومات. فانت السؤال ده هيجي لك في الامتحان، فاول ما يجي تفتكر ايه؟ اهضم بعد ما هضم ايه حصل له؟ ايه؟ تخن، وتروح كاتب الحاجات دي. عامل حاجه هتقول لي يا عم جو مش ممكن نقسم اصلا المعوقات دي لعناصر كده، يعني كل واحد يعرف هو ايه الغلط عنده؟ قلت لك ممكن. قال لك معوقات تتعلق بالاداره المدرسيه نفسها، ومن اهمها ضعف التزام الاداره بتطبيق برامج اداره الجوده، او غياب او قصور الاداره بالمشاركه. يعني اصلا اداره الجوده ما بتشاركش كتير، والناس مش مهتمه اصلا تطبق الجوده، وغياب روح الفريق ده الخاص بايه؟ باداره المدرسه. طب بالهيئه المدرسيه نفسها، انخفاض فرص الانتعاش والانفتاح على الخارج وتزايد اعداد الطلاب داخل الفصول الدراسيه. انت لو بتكتب والله لو قلت لك اكتب المعوقات تقول لي يا عم جو في طلاب كتير داخل الفصول، في زياده عبء على المعلم قدامه 90 واحد، في مهام اخرى عليه، انت محتاج تربي الولد، انا ابني جايبه لك وامانه في رقبتك، يقول كده المدرس، فاهم؟
فما هو دي برضو مشاكل معوقات تتعلق بالبيئه المدرسيه كلها توكسيك، ولكن من اهمها افتقار المدارس الى مساحات كافيه تستوعب عدد الطلاب. ما شاء الله الناس بتخلف ما لهمش اماكن اصلا العيال تتعلم فيها، ودي لو شفتوا في المدارس. وضعف الصيانات الدوريه للمباني المدرسيه، تلاقي المدرسه متكسره. وضعف تجهيزات المعامل، ما عندناش معامل. تنفيذ الانشطه التربويه ما عندناش حاجه. معوقات تتعلق بالمجتمع، من اهمها ضعف علاقه المدرسه بالمجتمع المحيط بها، المدرسه في حته والمجتمع في حته ثانيه. معوقات تتعلق بالطالب بقى نفسه، ما هو مش كل الناس عليها عيب، ما الطالب برضه، ما هو الطلاب محترمين يعني. ضعف دفعه الطلاب للتعليم اصلا، الواد مش عايز يتعلم، الواد عايز يبقى فود بلوجر، الواد عايز يطلع يقول لك الاكله دي جوسي، الاكله دي جوسي والاطراف مقرمشه، هو عايز كده مش عايز يتعلم. معوقات تتعلق بالمنهج نفسه، والتي من اهمها ضعف ملائمه المقررات الدراسيه لسوق العمل. انت بتدرس حاجه مش هتطلع تلاقيها بره، انت بتدرس اسباب الحرب العالميه التاسعه، انا مالي يا عم الحاج، انا ليه في بره هلاك وفي عايز سوفت سكيلز وعايز لغه وعايز ليله. لا ما بتدرس، مش بتدرس ده، يبقى المنهج مش متعلق بده. والى هنا تنتهي محاضرتنا الشيقه الممتعه الجميله مع يوسف رجب. ولو انت عرفنا تعمل 3 حاجات صح قولهم بالظبط كده، تدعي لي بزوجه صالحه، تدعي لي ان ربنا يفتح عليا، تدعي لنا كلنا اللي احنا يا رب نخش الجنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.